جماعه، رجعت لكم في فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وفي احسن حال يا ربي. الفيديو هذا بالرسمي جاي روتار شويه خاطر ما حبيتش هكا نهبطوا اول العام، قلت لي الساعه يبدا العام ويورينا احواله وبعديك نهبط عليه فيديو. حبيت نبارطاجي معكم زاد انا اهدافي 2023، احلامي طموحاتي وفازاتي المهم. دونك باش نحكيو ساعه على 2022 ومن بعد نبداو نستقبلوا في 2023. اوكي. بالنسبه للجانب الصحي ديما واحد يقول الحمد لله لاباس، ولكن صراحه اكثر عام مشيت فيه للطبيب. انا كورونا على قريب على هكم تسمعوا في صوتي مازال ما صلحش على 60,000 حاجه، ما الحمد لله لاباس. ديما نقول واحد الحمد لله. الجانب الدراسي بالنسبه لي انا الجانب الدراسي الحمد لله كان من احسن الحاجات اللي كانوا في 2022. يعني احسن حاجه في 2022 هو انه تكلل بالنجاح والحمد لله. بالنسبه للجانب المالي الحمد لله يعني ما تخصصتش في حد شيء، اما نحب نطور في 2023 انه عرفتك اللي يولي عندك فلوس وحدك تاعك. الجانب الديني الحمد لله انه ختمنا القران في رمضان، رغم اني ما كملتوش، حرام نقول ختم على خاطر قاعده الجزء الاخراني بالكل خلط عليا العيد دونك ما كملتش. بالنسبه للجانب العقلي واللي هو الثقافي صراحه اكثر حاجات ركزت فيهم السنه هما الفيديوهات التحفيزيه، الفيديوهات اللي تطور من نفسك وكل حاجه تدوكم. عرفتوا كنت نتفرجوا فيهم نص الليل اللي يقول لك ماكش امراه ماكش راجل كي ما تعملش بروجي ولا ما تعملش حاجه. وين المشكل كي تمشي تاخذ 60 مليون وتبدا في البروجي نتاعك وانت راه ما عندك حتى فرنكه؟ اما جبرني ما عملتهمش وبلعت عائلتي. في العلاقات 2022 كنت انا قلت شيء اما باهي ما عليها. بالنسبه السوشيال ميديا صراحه اكثر عام حسيت روحي ما خدمتش فيه برشا، نتائج غير مرضيه، هذا اللي نجم نقوله. المهم لا علينا في هذا الكل. توا باش نقول لكم الحاجات شنو من الحاجات اللي انا حققتهم في 2022. انا 2022 كانسانه عام كامل عملت في 2022. سمعت يا ربي انا عندي حاجات عملت. خلينا نعاودوا هذا. في 2022 انا كانسانه شنو عملت، شنو الحاجات اللي حققتهم، الحاجات اللي كتبتهم مع مناول، شنو اللي حققت منهم. اكيد مانيش باش نكتب لكم الحاجات اللي كتبتهم مع مناول خاطر من 19 حاجه هكا حاجات حققتهم. حاجات اكثر حاجه الحمد لله انه حققتها اني تخرجت، والحمد لله كانت احسن. سوري سامحوني يا جماعه انا صوتي والله مازال راهو هو برشا حروف مازالت ما رجعتش. ثاني حاجه هو التخرج نتاعي خاطر كانت فتره صعيبه على الاخر وفخوره بنفسي في الحاجات اللي انا عملتهم في الوقت هذاك، والحمد لله يعني جيت من اوائل والحمد لله. بالنسبه للحاجات اللي زاد تعلمتهم انه انا تعلمت لهجه جديده، لهجه مش لغه برسمي. انا بدي استغربت من نفسي انه نتقنها اللهجه هذيك وبالباهي معناها واو حبيت. ما تحركي بلاش حس، ما بلاش حس تحرك، قاعده نصور. المهم من الحاجات اللي حققتهم 2022 اللي هي المغامرات، وبرسمي سنه حتى فما حاجات ما صورتهم لكمش، فما برشا حاجات عشتهم محلاهم، مغامرات جديده وحاجات جديده تعلمتهم. امي يا امي راني مانيش عندي ماتريال ابو فله انا باش ما يسمعش الشليكه في الدار. عودوا. ومن اكثر الحاجات اللي كانوا في 2022 اللي هي المغامرات، واللي انا بصراحه نحس روحي سنه بالحق عشت برشا مغامرات محليهم برشا تجارب مزيانه، فما حتى حاجات ما بارتاجيتهمش معكم. ما بالنسبه لي انا الحمد لله انه بالحق الهدف هذايا يس كل شيء. حاجه اخرى زاده واللي انا قمت بها زياره الولايات في تونس. صراحه حبيت نزور بلادي قبل ما نسافر، معناها كيف تعرفوا ما نحبش نسافر ولا ما نعرفش دولتي، دونك قلت نكمل دولتي من بعد نخرج لبرا. حاجه اخرى تحققت برك هذه مش تحققت، هذيا قد هرمنا من اجل هذه اللحظه. بكيت، اكتئبت، بطلت، بعد رجعت، عملتهم الكل باش في الاخر عملت باسبور نتاعي، واللي هي برسمي من اصعب الحاجات اللي عملتهم في 2022.
وانا عندي انا برسمي تحقق، على خاطر قعدت شهرين و10 ايام ظهرلي باش خرجته، خاطر كان عندي هكا اوراق ماهمش كاملين ورجوع وما نعرف شنيا. الحمد لله انه شرف الصديق ان شاء الله يا ربي نستعملوه السنه. المهم يا جماعه بارتاجيت معاكم في الانستغرام، قلت لكم بارتاجيو معايا لي كيسيون تاعكم شنو تحبوا تسالوني على 2023 و 2022، دونك باش نقراهم معاكم ونجاوب عليهم. فاش كانت في العموم 2022؟ الحقيقه انا مانيش ساتيسفي بها جمله، تعديت لي بالنسبه لي انا عام ماهوش باهي جمله، اما ان شاء الله 2023 يكون عام باهي عليا وعليكم ويكون كله خير وكله نجاح. بالنسبه لي انا 2022 باي. احسن حاجه صارت لك في 2022؟ احسن حاجه صارت لي هي التخرج نتاعي، مشيت للجنوب التونسي واللي كانت من احسن الحاجات اللي عشتهم في 2022. هذوما الحاجات اللي صاروا لي احسن حاجات، اللي هو التخرج نتاعي، عيد ميلادي، الباسبور اللي خرجته بالنسبه معناها ديك فرحه عارمه، عشيت الحومه معناها. شنو صار لك فيها مستحيل تنساه؟ وقت اللي مرضت كورونا في العيد كانت حاجه خايبه على الاخر. تخيلوا انتم قاعده في بيتي انتي بعرفش اتذكرها، قاعدة في بيتي الناس عيلتي ياكلوا في المشوى وانا شنفاها وانا قاعدة في بيتي حفاظا على سلامتهم وعلى سلامتي. ما ننساهاش. وحاجة اخرى ما ننساهاش اللي هي وقت اللي ما كنت مريضة وبرسمي معناها شاء ربي يحفظ لكم امهاتكم ويحفظ لي ميمتي، على خاطر برسمي حاجة خايبة على الاخر، واصلا بالظلام الدنيا ظلام، ما عادش تفهم حتى شيء، لا تنجم تقرا لا تخدم لا تعمل حتى شيء في الدنيا. يا رب يحفظنا امهاتنا الكل ويرضيهم علينا. باش خرجت من 2022 بيان في انا موت باس بيان او نو. خرجت 2022 بلاش صوت، يعني جاتني مرضى بعد اللي مشيت للروندو نتاع الدراهم، روحت ما عادش عندي صوت، قعدت نهارين ما نتكلمش، ما عادش نتكلم جمله، ما عادش يخرج مني صوت، وبرزني تفجعت على الاخر في بالي صايي يعني توفي والبطريات وما عادش باش نتكلم. اما الحمد لله دونك 2022 كملت وانا ما نتكلمش جمله، يعني دخلت ل 2023 نحكي بالاشارات. علاش ما شريتش ايفون 14؟ خاطر اول حاجه ما عجبونيش الالوان معناتها اللي طلعوا فيه سنين، طلعوا هكا دي كولور اخرين عجبوني، هكا يكون قزوردي قستحتر هكاكا الوان حاجات كيما هكاكا. دوني مش على خاطر ما عنديش فلوس، مش بعديك ما تقولوش لا 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 الحمد لله، ولكن الالوان هي اللي ما عجبتنيش. نجيو مع بعضنا للسؤال الاخراني اللي هو قال لي شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك او الاهداف نتاعك في 2023؟ باهي يا جماعه الاهداف نتاعي في 2023 السنه عندي 20 هدف. اهم حاجه واللي هي توا مذهبيه العباد اللي تعرفني تخرج من الفيديو تو اللي هو النظام، وانه نصلح روحي في الوقت، ما عادش نمشي روتار، نولي لازمني حد روحي في الفيديو هذا، ما عادش نمشي روتار، ونعمل 60,000 حساب للناس الكل. خدمه نحب نخدم، نحب نعمل فلوس وحدي حر مالي، يعني انت كي نطيشهم يقول لي حتى حد وين فلوسك، انا نحب نعمل فلوس وحدي سنه. نحب نعمل بيرمي تعليم السياقه اللي انا مع العمر هذايا ومازلت ما عملتش تعليم سياقه، ما فقتش بها الفرق. والجماعه ردبت مع روحي كويسه. تطوير اللغه الانجليزيه اللي انا قاعده ديجا ديت فيها، انه قاعده نحط في روحي في مواقف بايخه، وقاعده نتعامل مع ناس يحكيوا بالانجلي ونجبر في روحي اجبار، وقاعده نقصر في روحي باش نوصل لهم المعلومه. ان شاء الله حتى بالاشارات المفيد لازمني نحكي كان بالانجلي. مغامرات جديده واللي هي كل عام حتى خاطرني نموت على المغامرات، نعشق تمرميد. كيف يا جماعه نحب نسافر، السفر الناس الكل تسافر، عباد توصل قدك كلاب سافرت، قطاط سافرت، شجره سافرت، لازمني نسافر. صحيح الموضوع هذايا ما فيهوش به وكان تركزوا شويه معناتها ادخار المال هو اللي باش نسافر بيه معناها. كيف زاده كما قال خونا وشاهي انه يرى عندي ايفون 14، دونك باش ناخذ بخاطره ونشريو ايفون 14 ان شاء الله. وبطبيعه معناتها ايفون 14 دونك ربي يسهل.
كيف يا جماعه مواجهه مخاوفي، واللي هي حاجه لازمني نواجه الحاجات اللي انا خاف منهم، مثلا اني نبيع كلوتي باش نشري التليفون ايفون 14. الذكاء العاطفي واللي انا بالحق قاعده نقرا عليه برشا، قاعده نفهم فيه برشا، والحمد لله اللي انا طلعت ذكيه في العاطفه كثير 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 ما شاء الله، ما نحكي لكمش، فخوره بنفسي. كيف زيدا ان شاء الله يا ربي ندخل نترينا شي ربي. تو انا حط اهداف هكا نورمال، انا امبوسيبل. كيف يا جماعه نحب ندخل نترينا، نحب ندخل سبور وهكا يعني رتح مخي بدني وكل شيء. كيفاش حاطه حاجات كيما هكا انا مش عارفه مش نشوف. نحب نتعلم لغه جديده، مثلا نحب نحكي كوري، صيني، اسباني، الماني، حاجه كيما هكا معناتها. نحب نزيد نفصل روحي ونحط روحي في مواقف اخرى توني. نحب نتعلم 3D ماكس ونحب نطور فيه من نفسي في قرايتي. يا انا يا هو حسيلو 3D اسمي، يا انا يا 3D. كيف التوكيدات، والتوكيدات اللي هي اكثر حاجه بالحق انا بدي ننصحكم انكم تعملوها في 2023، اللي هي مثلا تقول انا انسان ناجح، انا انسان ناجح، انا انسان عندي ثقه في روحي، عندي ثقه في روحي. عرفت تذكر كنا صغار مثلا تعمل عمله وتقول مشيت فيها، هذيك توكيدات. اما انتم حطوها في الايجابي مش في السلبي. سي عملتوا حاجه ما يصيرش راهي تمشي لتحت، في السلبي تمشي. اوكي بالنسبه للسوشيال ميديا واللي هو اللي انا كنت مستنى فيها اخر حاجه. اوكي شوفوا ليش اهدافي، شوفوا ليش اهدافي وانا نقول لكم فيها. ليه انا باش نتعب في المونتاج هذايا. امان يا جماعه برسمي سامحوني راني قاعده نصور لكم من 7 نتاع الصباح قبل ما نمشي نقرا، دونك الفيديو هذايا حتى حد ما يلومني عليه. بالنسبه للسوشيال ميديا ان شاء الله نحب نوصل ل 100,000 نكتب 100,000 هذه بس كتبتها بالليل. باهي نوصلوا ل 50,000 على اليوتيوب ان شاء الله. هو انا في عام ما وصلتش في عام 1000 في عام اخر باش نوصل 49,000 30,000. اوكي يا جماعه في السوشيال ميديا نحب نوصل ان شاء الله ل 10,000. هذه خبرنا يا جماعه ان شاء الله نوصلوا ل 10,000 ونكونوا قدها ونعملوا حتى اكثر منها، نحبوا حتى 12,000 معنا. وبالنسبه على الانستغرام نحب نوصل ل 50,000 وهذه ما فيهاش لعب. 50,000 بالرسمي يعني ان شاء الله نوصلوا الانستغرام 50,000. نهبط كل جمعه بوست ونرجع نحل لايفات واجواء وفازات وكيف زيدا ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي يكرمني ونشري الماتريال نتاع اليوتيوب ونطور من المحتوى نتاعي. خلينا الساعه ويت ايوا يا جماعه في هذوم الكل شريت الحاجات هذوما اللي باش يكونوا معايا في 2023. فيها البلوكنات نتاعي باش نكتب فيها افكاري، باش نكتب فيها الحاجات اللي انا نحب نكتبهم والا نحب نعملهم، وهذه باش تكون يا اما باش تكون الفضفضه نكتب فيها يومياتي. شو يا جماعه راهو الحقيقه انا شريت زوز علاش؟ مش على خاطر هذه لتنظيم افكاري وهذه الفضفضه، على خاطرني انا انسانه مانيش منظمه باش كتذيع هذه نلقى هذه، فهمتوني؟ دونك هذوما زوز باش يكونوا يونسوني يعني اللي نلقاها نكتب فيها. فوالا ايوا يا جماعه يكون هكا في الفيديو ان شاء الله يا ربي يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. ان شاء الله يا ربي تتحقق كل اهدافي، تتحقق اهدافكم انتم زاده وتعملوا اللي تتمنوه. نحب نقول لكم في العام هذايا اخدموا على رواحكم، طوروا من انفسكم، ركزوا على رواحكم. حاول انك تكون انسان ناجح، عندك مكانه في المجتمع نتاعك. امن بروحك اهم حاجه، على خاطر والله ما فما حتى شيء مستحيل. ايوه كثر مستحيل. ايوا يا جماعه ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، وبرسمي راهو اللي كنت نقول فيه انساو حتى شيء ما هو مستحيل. كل شيء تنجموا تعملوه. اي حاجه تجيك فرصه باش تجربها، حاجه باش تعملها ما تقولش لا. استمتعوا ب 2023، خليوها تكون عام نجاح، خليه يكون عام سواء بالباهي بالخايب نتاعو يكون عام خير علينا وعليكم. يا جماعه نحبكم قد الدنيا وما فيها كالعاده. ان شاء الله باش نشوفكم في فيديو جديد. ما تنساوش باش تكتبوا لي في الكومنتات، اعطيوني رايكم، افكاركم، حاجات تحبوا تشوفوني فيهم في 2023. وفوالا نحبكم برشا. ما تنساوش تعملوا لايك سبسكرايب، نشوفكم في فيديو جاي. باي 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 باي. ماش وقت على القرايه. امين.